بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مبارك فهيم. تم اعتقالي ليلة الأحد بشارع مزوار، حيث فوجئت بعناصر من الشرطة المغربية، يتراوح عددهم بين 6 أفراد إلى 7. تم اعتقالي هناك. قاموا بوضع بغمي بجلابية، كتلة بالجلابية، وغموني بها. حازوني على ركن فماتية ما حد جاول، وتم اعتقالي. تم نقلي ذاك الوقت في سيارة من نوع برادو. تم نقلي إلى خارج المدار الحضاري. تعرضت هناك للاستنطاق وسوء المعاملة من طرف عناصر من الشرطة المغربية. تم التحقيق معي حول علاقتي بإعلاميين، وعلاقتي كذلك بنشطاء حقوقيين، ونشاطاتي السياسية، ومواقفي من قضية الصحراء الغربية. بعد ذلك تم نقلي من خارج المدار الحضاري إلى ولاية ما يعرف بولاية الأمن. تعرضت كذلك هناك بنفس المنهج، تعرضت للتعذيب، وتعرضت لسوء المعاملة من طرف جلادين المغاربة، قبل أن يتم إطلاق سراحي في 4 صباحا.